تعالوا نعمل مع بعض كريب المطاعم في البيت، هيطلع معانا طعمه خطير واحلى وانضف من بتاع بره. الطريقه بتاعته سهله جدا وطعمه بيطلع تحفه، والعجينه بتطلع طريه وطعمها خطير، والمقادير بتاعتها سهله وبسيطه. اول حاجه في الخلاط بضيف كوبايه من الميه وعليها كوبايه من اللبن، 3 معالق كبار من الزيت، وبضيف عليهم بيضه ومعلقه صغيره من الخل، وبضيف رشه بسيطه من الملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسود. بضربهم في الخلاط مع بعض كويس جدا على اعلى سرعه، وبعد كده بضيف عليهم كوبايتين كبار من الدقيق وبضربهم تاني في الخلاط على اعلى سرعه لمده 5 دقايق. بعد كده هصفي الخليط بالشكل ده عشان اتاكد ان هو مفيهوش اي تكتلات خالص، وبعد كده في طاسه على نار متوسطه او طاسه جريل او اي طاسه مش بتلزق بديها مسحه بسيطه من الزيت، واول لما تسخن بضيف عليها الخليط بالشكل ده وبسويه وبسيبه بس دقيقتين على النار، وبعد كده بقلبه على الجنب التاني بالشكل ده وما بياخدش حاجه دقيقه، وبطلعه وبضيفه في صينيه وبغطيه وبخلص كل الكميه بالشكل ده. اهم حاجه اللي نطلعه من النار لازم نغطيه عشان العجينه تفضل طريه معانا، والعجينه بتطلع طريه وطعمها تحفه. بعد كده بجهز الحشوه في طاسه، بضيف معلقه كبيره من الزيت وبضيف شرايح فراخ متقطعه رفيع، بضيف عليها ملح وفلفل اسود بابريكا توم وبصل بودر وتوابل فراخ، بقلبهم مع بعض دقيقتين على النار، وبعد كده بضيف عليهم شرايح بصل وشرايح فلفل الوان وفلفل اخضر وبقلبهم 5 دقايق على النار، وبكده الحشوه بقت جاهزه معايا، ريحتها بتبقى خطيره وطعمها تحفه. بعد كده بتني الكريب بالشكل ده وبضيف كاتشب ومايونيز وبضيف حشوة الفراخ، وكمان بضيف شوية من الجبنة الموزاريلا، وبقفل الكريب بالشكل ده وفي طاسة سخنة على النار بدهنها حاجة بسيطة من الزيت، وبضيف الكريب علشان يتحمص على كل جنب وعشان كمان الجبنة الموزاريلا تسيح. بقلب فيه دقيقتين على كل جنب، وبعد كده بطلعه، وبكده بقى عندنا احلى واسهل كريب زي بتاع المطاعم واحلى، والطريقة بتاعته سهلة جدا. لازم تجربوا الطريقة دي، متأكدة ان هي هتعجبكم، وبألف هنا.